السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده نتوما والاحباب والاسر ديالكم ان شاء الله. ومرحبا بكم مره اخرى معايا في هذا الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله واحد الفيديو اللي هو متنوع واللي غيكون فيه كالعاده الجديد، فبقاو معايا حتى الاخير وفرجه ممتعه. واليوم البنات قررت انني نخصص هذا الصباح ان شاء الله باش ننظف ونرتب ونعطي واحد الوجه اخر، نعاود ليه الديكور الركن ديال القهوه. وكيف ما كتشوفوا فهاد الركن البنات كنت صاوبتو على الذوق ديالي، فخديت هاد الصنادق هادو البنات من ايكيا، كيتباعوا هاد الماركه ديال الصنادق اللي عندهم كيتسمى اولا ديال الغنجمو كيتسمى بيستا. انا حاولت ننسقهم على الطريقه اللي كنت انا باغا، ودرت هذاك الباكار البنات الفوقاني اللي فيه الجاج من الفوق، ودرت هادوك لتحت باش هكا حصلت على هاد البوفي. ومن بعد شريت العود هذا اللي كتشوفوا بهذا الماغو حطيته من الفوق، قديت فيه المسائل ديال ما تخيلوش البنات شحال هز ليا هذا البوفي من الاواني والطباسيل. شي نهار غنتقاسموا عاوتاني معكم ان شاء الله ونوريه لكم. باش نربح الوقت البنات بديت كنصور لكم هنا غير داكشي اللي خاص بالقهوه، داكشي الاخر اللي كتشوفوا ديال الدجاج راني مسحته ورديته لبلاصتو وقديته. اليوم غادي نقادو الركن ديال القهوه، داكشي علاش صورت معكم غير الاشياء اللي عندها علاقه بهذا الركن. ومن الحوايج اللي كيعجبني بزاف البنات نستفهم ونعطيهم واحد العنايه خاصه هما لي طاس ديال القهوه، لانني من محبين القهوه. فالبنات تقريبا انا كنشربها يوميا، تيعجبني هكا منين ناخذ القهوه ديالي ناخذها في واحد لاطاس اللي هي تتكون مخالفه على لاطاس اللي خديتها مثلا البارح. تيعجبني نستمتع بهذيك القهوه ولو غير باشياء بسيطه، وبعض المرات نكون غير جالسه في هدوء تنشوف شي حاجه ولا حلعه بالكو ديالي وكنشرب القهوه ديالي. فالبنات دائما تحاولي واخا رغم الضغوطات والوليدات والدرك اللي كيكون عندك، حاولي تخصصي واحد الوقيت في النهار ولو غير 15 دقيقه تجلسي تشربي كويساتاي ولا قهوه ديالك، ولا ديري شي حاجه اللي كتعجبك. ربما كاين الناس اللي كيعجبهم اشياء اخرى ديريها وانتي خاويه راسك من المشاكل، ما تفكري في حتى حاجه. تاخدي واحد النفس عميق وتجلسي تستمتعي بهذيك القهوه ولا هذيك الكويساتاي باش تتردي هكا راسك كي كنقولوا، وباش تقدري تكملي النهار ديالك. من الحوايج الاخرى اللي مهم عندي انني ندير لها النيطوياج على حقو طريقو، على الاقل البنات 2 مرات في الاسبوع. هي الماكينه ديال القهوه، الماكينه ديال القهوه البنات بزاف ديال الناس كيهملوها، الا مشيتي حتى هملتيها من النيطوياج البنات فكترجع الماكينه اولا كتضيع، ثانيا البنات ما تخيلوش الكميه ديال البكتيريا اللي كتقدر تتجمع الماكينه القهوه لداخل ديالها، لان هي تيدوز فيها الماء مع ديك القهوه والحليب وكيتكون مسدود عليها، فتقدر دير الغموله، تقدر دير ديك الصوفه ديال كي كنقولوا حنا ديال الغموله، تقدر دير روائح. فضروري البنات انكم على الاقل كل يومين اللي عنده بحال هاد النوعيه، تنقصد خاصه هاد النوعيه ديال لي ماشين هكا اللي كدير هكا القهوه بهاد الطريقه، فضروري من النيطوياج ديالها. وضروري انكم على الاقل مره في هكا في الشهر ديروا لها حتى البرودوي ديالها اللي كيدور في هذوك التيويات من الداخل، تينقي كاع هذاك الشوائب اللي كتبقى والكركير اللي كيبقى لداخل. انا هنا راه نقيتها وغسلتها مزيان وعقمتها وبديت رديت هذاك الموتور ديالها ورديت كلشي لبلاصتو. وعندي هذا البرودوي البنات، هذا هو باش كنغسل هذا الشيء ديال الكوزينه. كاين هذاك الروز راه فايته وريته لكم في الفيديو اللي فات، هذا كيمسح كلشي، كيمسح حتى الدجاج وكلشي. وكاين هذا اللي غير خاص بالكوزينه، زوينه البنات كينقي مزيان وفيه واحد الريحه زوينه، وحتى هذا في اكسيون البنات كيتباع. هنا البنات عندي هاد القريعات ديال الدجاج اللي خديت من اكسيون، فيهم الغلاقه هكا ديال العود، غنستف فيهم لي بسكوي والقهوه. اللي راكم عارفين البنات ملي كنقولوا قهوه واتاي ضروري تنبغيو هكا نحليو، وحتى الوليدات كيعجبهم هاد الشيء ديال الحلاوه. ولكن الانسان دائما يبقى يرد البال لوليداتو انهم ما يكثروش من الحاجه، فما نحرموش الوليدات ديالنا من الاشياء يذوقوها وياكلوها. الانسان دائما يحاول ان وليداتو يشوفوا الاشياء وياكلوها ويذوقوها، ولكن بالقانون طبيعه الحال، لان اي حاجه زادت على الحد ديالها البنات الا وكتكون مضره للصحه.
بالنسبه لهاد الغونجمون اللي كتشوفوا معايا البنات اللي كنستف فيه هاد الخنيشات ديال اتاي وديال لي تيزان، صراحه زوين بزاف ونفعني ومنظم رائع الصراحه. اللي شراته ما غاديش ندم عليه، وداكشي علاش انا ما غاديش نستغنى عليه، تنخليه دائما هنا في الركن ديال القهوه، لان تيسهل عليا الاختيار ديال التيزان ولا الشاي اللي غادي نشرب، خاصه بالليل البنات قبل ما تنعسوا تشربوا شي حاجه كتهدن الاعصاب وكتهيئ الانسان للنوم، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وهذا الغونجمون تقريبا عامين هو عندي، وصدق صراحه واعر بزاف. وهنا وصلت البنات للمرحله اللي كتعجبني بزاف، وهي اعاده الاشياء وترتيبها وتنظيمها بطريقه جديده المكان ديالها. شوفوا هنا البنات هاد القريعات كيجيو هكا زوينين، تتبان الاشياء فيهم زوينه. وعندي هنا حتى هاد لي طاس هكا مع الطبيصلات ديالهم، كنحطهم اللي بغى يشرب حتى في هادو. عندي هاد الغونجمون البنات اللي درت فوق منه هاد القريعات البسكوي، ودرت حتى هاد القريعه هادي درت فيها هاد الشيء ديال الشوكولا. وكل واحد يعني واش كندير. شوفوا البنات انا ما كنكلفش على راسي، اللي عندي كنصاوب به. عندي هنا الكاكاو بودره كيزيدوه الوليدات فوق القهوه ولا الحليب، وغادي نضيف هاد الشميعه مع هاد المعطر اللي غادي يعطيو ريحه زوينه في هاد المكان هذا. وهنا عندي حتى هاد الحليوات هادو تيكون ضاربك البرد كتاكلي ديك الحليوه كتسرح لك العنق ديالك، فالزوج ديالي هو اللي كيشريهم تيعجبوه، لان مع الخدمه والبرد راكم عارفين تيبغي يديهم مع الخدمه كيكون ساهل عليه ان يلقاهم هنا الصباح تيهزهم. انا قديت وصاوبت ورتبت كيف قلت لكم باشياء بسيطه وبداكشي اللي عندي. المهم عندي انا هو انني نغير ونجدد. فالصراحه الركن ديال القهوه جا زوين واللي فوق هذا الشيء كاع النظافه والتنظيم اللي هو اللي كيعطي الجماليه صراحه البنات، ماشي الاشياء. وعلى اي حال هذا هو الديكور. وهنا راه شعلت لكم الضوء باش تشوفوا كي كيكون المنظر الليل ملي كنشعلوا الضوء كيفاش كيجي المنظر ديال هذا الركن هذا. دابا راه الاضاءه ناقصه شويه البنات، لان الجو كيتقلب برا، مره تخرج الشميشه مره كتمشي، فهذا هو الجو اللي كاين دابا حاليا. ولكن هذا الركن هذا كيعطي واحد دفء للدار الصراحه. فمني كيجي الليل كنشعل غير هاد الضويوات بعض المرات، والضوء ديال التلفازه كافي كيعطي واحد المنظر زوين في الدار، وكيجيب لك الرغبه انك تاخدي القهوه ديالك ولا اتاي ديالك ولا التيزان ديالك وانتي ناشطه. وبما انني قديت الركن ديال القهوه البنات، فغادي نقاد حتى هذا البلاكار اللي كنحط فيه هادشي ديال المكسرات، فحتى هو كيتبغى راكم عارفين تابع دائما حتى هو لهداك الشيء اللي كيتشرب سواء شاي ولا القهوه اللي كان. فعندي هاد لي غونجمون البنات ديال البلاستيك اللي غادي نستف فيهم ونعمرهم ونجقد فيهم كاع المكسرات اللي كنحتاجو على طوال هذا الشهر. صافي البنات استفت هاد الشيء ديال الفواكه هكا الجافه، مهم ما تكون عندي في الدار. راكم عارفين يعني الاهميه ديالها على الصحه، ضروري تكون هاد الشيء ديال المكسرات. تنحاول دائما يكون عندي موجود للوليدات. وهذا الزبيب حتى هو درتو هنا، هادو جوج اشكال. صافي هذاك البروتين ديال الابن ديالي كيدير السبور. وصافي كاين شي حاجات الجنجلان الزرارع اللي كندير في العجائن وفي الخبز. وغادي نبقى مستمره معكم البنات، غادي نستف بعض الاشياء وبعض البلاكارات هكا غير بسرعه، ماشي الكوزينه كامله، غير هذوك البلاكارات اللي كنحل دائما اللي عليهم الدرك، فغالبا تيتوسخوا شي شويه وكيترونوا، فقديتهم ورديت كل حاجه لبلاصتها. اليوم البنات غادي ندير معكم واحد الكيك اللي هو كيجيب هاد البرقوق البنات، البرقوق هذا الطويل انا غنوريه لكم، ولا اي برقوق عندكم. هذا شفتوا
هذا راه الوقت ديالو هادي دابا في وقت هكا الخريف هكا كيكون هذا البرقوق موجود. عندي هنا البنات تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الطحين. غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه. السكر هنا عندي تقريبا جهد 3 المعالق كبار. والخميره البنات هذه عندي فيها 15، انا غادي ندير نص ديالها، ما تكثروش باش ما تجيش منفوخه بزاف. عندي تقريبا هنا واحد 150 غرام ديال الزبده اللي ما غاديش ندير كامله، غنخلي منها واحد شويه من بعد غادي نوريكم واش غنستعملوا. خصو منها تقريبا واحد 50 غرام تقريبا. كندير فانيلا البنات، انا غادي ندير 2 باش تعطي ديك النسمه زوينه. صافي نحيد الخاتم ديالي وغنبقى نجمعها هكا واحد شويه. تقدروا ديروها حتى في الماكينه ديال الطراب، انا غنحاول نجمعها بيدي هكا، غنبقى نرمل فيها. ملي تبدا تجمع ليا البنات هكا غادي نزيد واحد البيضه وغنبدا نجمعها. بقى تحاولوا معايا البنات هكا باش تجمع لكم. يا راه في الاول حيت خص هاد العجينه ديالها تكون قاصحه، ديروا معاها الخاطر. واللي ما قداتش ديرها في الماكينه اللي عندها الماكينه ديال العجين هكا، الروبو ديال العجين ديروا فيها. المهم انا كنبقى غادي معاها. هانتوما بدات كتجمع، غير تبدا تجمع شويه حيت ديك الزبده هي غادي وكتذوب باش ما تغشكمش. هذيك الزبده كديروها البنات، واحد كيسحب له راه لا راه ما تجمعليش، ولكن انت كدلكي فيها وهذيك الزبده كترطب كتجمع لك العجينه. وإلا حسيتو بها شويه قاصحه تقدروا تزيدوا ليها واحد شويه ديال الزبده ولا تزيدوا لها صفار ديال البيضه اللي عجبكم. وكندخلوها للثلاجه على الاقل واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه اللي بغيتو، على ما كتوجدوا مقادير اخرى. انا غنخليها دابا ترتاح في الثلاجه، عاد نرجع نصاوبها معكم. على ما ترتاح ليا هذيك العجينه البنات غادي نتقاسم معكم دابا الكريمه اللي غادي ندير في هذه الطورطه. عندي هذا البودينغ البنات ولا الفلون، كل واحد واش تيقول لي. تقدروا تستعملوا الفلون ديال المغرب، حنا هنا كنستعملوا هذه الماركه هذه، كاينه هنا موجوده في المانيا. وعندي هنا واحد القويبسه ديال الفرماج ديال الدهن، تقدروا تستعملوا الماسكاربوني، تقدروا تستعملوا كريمه اللي بغيتو. الكريمه اللي كنخفقوا عاديه، المهم انا فضلت نستعمل هذا الفرماج ديال الدهن. كناخذ هذا البودينغ راه ما تقاسمتش معكم كيفاش كنديروا، لان عادي كديروا الحليب وكتخلطوا كتقراو يعني المقادير اللي كيعطيوكم في القويبسه وكتصاوبوا عادي. ما تنساوش غير ان داك البودينغ اللي ما كانش فيه سكر زيدوا له سكر. هنا راه زدت له انا السكر في هذا، خلطته معاه باش كيجي هكا عاطي الحلاوه. صافي وغادي نبدا نخلطها مع هذا الكريم. هذا غنحطو دابا على جنب. صافي الحاجه الاخرى اللي غادي نوجد معكم البنات هي هذا الغطاء اللي غادي نغطيو به ان شاء الله الكيكه ديالنا من بعد ما نفرشوا الكريمه ونستفوا فوق منها هذوك. المهم غنوجدها باش تكون المقادير كلها موجوده، باش حيت نبغيو ناسيمبليو الكيك ديالنا تتكون موجوده. المهم هنا كندير شويه الملحه، السكر تقريبا هنا عندي واحد 2 معالق كبار. تنخلط هذا الشيء كامل، انا راه كنخدم البنات بيديا. وكنزيدو ديك الزبده اللي نقص من هذيك الزبده الاخرى. ونسيت ما قلت لكمش كنزيد شويه د الخميره حتى هنا. داك النصيص اللي بقى ليا هكا قل من النصيص اللي بقى ليا على العجينه الاولى كنزيدها، نبقى هكا معاه مستمره معاه هكا. تقدروا تستعملوا يديكم 2 حيت هو خصو يجي هكا مفرتت اسهل. هاد النوع ديال لي كيكه البنات في هاد الوقت ديال الخريف والشتاء معروفين هنا في المانيا كيديروهم بزاف. تيستعملوا هاد الفواكه بحال البرقوق، كيستعملوا داك التوت البري، كيستعملوا يعني هادوك الفواكه اللي هما الصراحه هنا عندهم موجوده. وخاصه هاد البرقوق كياكلوه بزاف، تيستعملوه في الكيك. فهاد النهار تشهاوها وليداتي، قلت علاش ما نديرهاش. ملي كتكون حاجه وقتها البنات نحاولوا نستعملوا الفواكه في الكيك وداكشي اللي هو ديال الوقيته، كنقولوا حنا ديال الموسم. شو كي ولات كتولي مرمله. شفتوا ها هي العجينه ديالي خرجتها من الثلاجه بعد ما ارتاحت تقريبا واحد 20 دقيقه بارده. باش غادي نعاون راسي كندير هاد ورق الزبده هذا
هو اللي غادي نطلق عليه هاد العجينه. ونجيب ورق زبده اخر نديرو فوق منها، وتنجيب الدلاكه البنات وغادي نطلقها باش ما تلصقلياش. ديروا مع الخاطر حيت هي كتكون شويه قاصحه. واخا كتشوفوا هاد التكامش كيدحوا في القاع هكا راه ماشي مشكل، من بعد هي ملي كتبسطوها في وسط الطاوه راه كتقادوها. غير المهم هذه الطريقه زعما الناس اللي كيتغلبوا، وباش نتفاداو هذاك الطحين نبقاو نزيدوه لها، حيت كاين اللي كيدير الطحين. المول انا اللي عندي مربع، نتوما الا عندكم داير حاولوا تركزوا على انه يكون داير. كنبقى ندور هكا بشويه وندفع. كما قلت لكم ما يهمش تجي عوجال، انا من بعد نتوما تشوفوني كيفاش غنقادها في الطاوه. المهم غير تعاونكم انكم تبسطوها. صافي البنات ها هي. انا غنستعمل هذا المول هذا مربع عندي ديال الدجاج هذا، وكنهز العجينه ديالي كنحطها ديريكت هنا. صافي كنبقى نفورميها. هي خصها تكون طالعه على الجناب، وداك الشيء اللي زايد راه غادي نحيدو. بلايص اللي مثلا عندهم اللي فيهم هكا خاوي نزيد بحال هذه. دابا ناقصه العجينه غادي نزيد غنقطع ونزيد من بعد. صافي كنجيب عندي انا هذا الجراره ولا الجراره العاديه ديال البيتزا اللي عندكم، وكنقطع هذا العجين هذا اللي زايد كنحيدو هكا باش تجيني مقاده. نتوما نحاولوا نمشيو على خط واحد. ملي كطيب وكتتنفخ كتعطي الجماليه. حيت هي هذا النوع ديال لي طارت كيكون روستيك شويه، كيكون كيطيب ماشي ضروري تقادو وتحلقوا عليه. كيما درتو عليه كيجي. دابا البلايص مثلا اللي عندي خاويين شويه بحال هاد الجهه دابا غنزيد ليها شويه العجينه هاد تتقاد. نضربها دابا مزيان وكنبقى غادي بصباعي هكا كنعك كنهز هكا باش تلصق باش ما تجيش غليظه. غنهز هنا فرشيطه وتنبدا نتقب الجناب باش ما تجينيش منفوخه. صافي من بعد كنجيب الكيكه ديالي وتنبدا نخوي في هذيك البودينغ. كنحاول نجيب معلقه لان اسهل، نحاول نفرقها عليها كامله. تنجيب هذا البرقوق ديالي وكنبدا نستفو كي بغيتو. تيجي فيها واحد المذاق زوين لان البرقوق كيكون جمع ما بين الحموضه والحلاوه. كتجي واحد الكيكه البنات شويه مختلفه على المذاق اللي كنا متعودين عليه، ولكن كتجي رائعه. وبطبيعه الحال راه ملي كطيب في الفران هذا البرقوق البنات راه كيرطاب وكيولي معسل تيجي زوين. من بعد كنجيب هذاك الخليط ديالي اللي درت وغادي نفرقو فوق منه هكا شكون كيجي. تنحاول نشد الفرشيطه ونضغط شويه على هادو باش يعطيو واحد الجماليه. في نفس الوقت ما كتبقاش ديك العجينه هكا فشي بلايص طالعه. صافي كتكون موجوده تدخل الفران. ما خصش الفران يكون مجهد. انا كنديرو البنات على 170 لان الفران ديالي مجهد. فانتوما على حسب الفران ديالكم، ما خصش تكون العافيه مجهده بزاف باش طيب على خاطرها. وصافي غندخلوها للفران. وبالنسبه لداك شويه د العجينه البنات اللي بقات ليا شاطليه في الجناب ما نحتاج. تنهز هنا انا عندي انا هاد الكونفيتير ديال الفريز كيعجب بنتي بزاف، ففكرت علاش لا ما نديرها لها وتديها معاها غدا ان شاء الله للمدرسه. هاد النوع ديال العجينه البنات راه اي حاجه ديروه فيها. راه بعض المرات انا كندير لهم غير هكا، كندير لهم فيه الكونفيتير، ندير لهم شي حاجه اخرى فوق منها اللوز ولا شي حاجه، وكتولي كيك زوينه تشربي بها قهيوه ولا. صافي غنشد هذاك الشيء اللي بقى ليا في هذيك الحشوه ديال الطحين مع الزبده نرشو هكا من الفوق نكثروا. هي راه كطيب البنات الطحين مع الزبده هكا راه كيطيب حتى حاجه مهمه كطيب. صافي وغادي نشد كالعاده الفرشيطه هكا باش نعطيها واحد الجماليه، وحتى هي غادي ندخلها للفران طيب. ها انتم البنات ها هي وجدات. شتو كي كتجي واعره. دابا حتى تبرد ان شاء الله ونقطعها ونوريها لكم. دابا انا راه طيبتها حتى العشيه ان شاء الله وغتبرد مزيان ونقطعها ونوريها لكم. هذه الصغيوره شوف كي جات حتى هي البنات، غادي تعطيوها للوليدات. المهم راه كلشي كيتكال حتى حاجه ما كتلاح. ها انتم البنات غادي نقطعها دابا حداكم.
هانتوما البنات من بعد ما قطعتها هانتوما كتجي شو كتجي بنينه وزوينه البنات وشيشه كتذوب في الفم. ابقى دابا غنديرو قهوه وناخذوها ان شاء الله. قبل ما نخليكم البنات كنشجعكم انكم تجربوا هاد لاطار، صراحه تجي زوينه ومعلكه وهشيشه مع كاس ديال القهوه ولا كاس ديال الاتاي على حسب كل واحد واش كيحب. صراحه الطعم ديالها شي حاجه اللي هو متميز. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا اشياء جديده. تنضرب لكم موعد في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.